السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم احلى طريقة تعملوا بيها الفراخ البلدي او الديوك البلدي، وهقول لكم ازاي تطلعوا احلى شوربة، وكمان هقول لكم ازاي ما تبقاش زفرة معاكم تماما وتطلعوا منها شوربة حلوة جدا بطعم خطير من غير اي زفارة. وهقول لكم كمان ازاي الفراخ تطلع معاكم كده متحمرة وخطيرة من غير اي تعب. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في البداية حلة سخنة على النار، ضفت فيها بالظبط 3 معالق كبار من الزيت، وبنزل على طول بقى بالديك بتاعي كده. الزيت يكون سخن معايا والفراخ بتاعتي اكون غسلاها ومنشفاها كويس جدا. طب ايه محلول النقع علشان خاطر تمنع معايا اي زفاره؟ طبعا في البدايه بنضفها كويس جدا وبنزل عليها بايه بقى؟ بعصير ليمونتين، وكمان معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الدقيق. بقلب كل المكونات دي مع بعضها واسيبها فيها حوالي نص ساعة، وبعد كده بغسلها بقى كويس جدا وانشفها، وعلى طول بقى على الحلة بديها تشويحة كده من كل الاتجاهات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تتشوح معايا كويس جدا. بنزل بقى عليها بايه؟ ورق لورا 2 كده من الحبهان، كمان عودين من القرفة بيديني نكهة حلوة قوي للفراخ. بقطع بقى معايا طماطمتين، وكمان جزراية متوسطة، وبصلاية، فصين كده من الثوم، وكمان 1 فلفل حامي او فلفل اخضر زي ما انتوا حابين. كل دي منكهات طبيعية بتديني طعم حلو قوي للشوربة. التوابل طبعا اللي انا بضيفها بتكون صحيحة علشان خاطر الشوربة متغمقش معايا. وعايزة اقول لكم كمان ان احلى تسوية للفراخ البلدي بتكون في الحلل الالمونيا. بضيف بقى رشة خفيفة كده من الفلفل الاسود، ورشة خفيفة من البابريكا، رشة خفيفة جدا، وكمان رشة خفيفة من الثوم البودر. بقلب برضو كل المكونات دي كده مع بعضها عشان تنزل صوص كده خطير ويديني طعم حلو قوي للفراخ. لو تلاحظوا ما بضيفش البهارات كتير علشان خاطر ما تغيرش معايا لون الشوربة، وكمان يفضل لو الفلفل الاسود عندكم يكون صحيح. بنزل بالمية بقى كده زي ما انتوا شايفين، عادي مية عادية جدا. بغطي بقى كده الفراخ كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبسيبها بقى على النار لمدة ساعة، ساعة وربع، على نار متوسطة. بعد ساعة وربع بقى بتبدأ ان هي الفراخ تفصل معاكم كده زي ما انتوا شايفين من عند الورك كده. اول ما تبدأ تفصل معاكم اتأكدوا كده خلاص ان هي دخلت على سوا، بيكون فاضل لها كده حاجات بسيطة. شايفين؟ اما الفراخ كده تفصل من عند العظمة كده بتاعة الورك يبقى كده خلاص اتأكدوا ان هي بدأت ان هي تستوي معاكم. ممكن بقى تقطعوها، ممكن تسلقوها كده كاملة زي ما انتوا حابين. شايفين بقى جمال الشوربة؟ شوربة رايقة بجد وصافية جدا، طعمها خطير. متأكدة ان انتوا ممكن تسيبوا الفراخ وتغرفلكوا كده طبق شوربة تقعدوا تشربوا فيه زي ما انا عملت كده بالظبط. ممكن بقى تشيلوا باقي كمية الشوربة كده تعبوها في اكياس وتدخلوها الفريزر وتستخدموها في اي وصفة. الديك بقى طلعته كده في صينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى طول بقى معلقتين كده من السمنة البلدي، وبدهن كده على طول بالفرشة. اسهل واحسن بكتير جدا لما تحمروها في الزيت او على النار، بتقعد تطرطش بقى منكم وتبهدل البوتاجاز. صدقوني طريقة الفرن دي فظيعة. ويا سلام كمان لو عندكم اير فراير تدخلوها في الاير فراير كده على طول. شايفين اول ما بدهن بقى كده السمنة، طبعا الديك بتاعي سخن جدا فعلى طول السمنة كده بتسيح عليه. بدخله بقى تحت الشواية يدوب بالظبط كده 5 دقايق، باخد بالي منه كويس جدا لحد ما يتحمر معايا بقى ويوصل للون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقول لكم بجد عن طعمه ولا جماله. ناس كتير جدا مش بتحب الفراخ البلدي او الديوك البلدي، بس انا متأكدة ان بعد الطريقة دي بجد هتعملوه ومش هتبطلوا كمان تاكلوه من حلاوته. انا بقدمه بقى مع كسكسي كده او برغل زي ما بتقولوا اسمه عندكم ايه، اكتبولي في الكومنتات بتقولوا عليه ايه، مع شوية شوربة بقى كده وشوية فراخ بلدي، وانسوا الدنيا بجد. جربوه، هستنى منكم ان انتوا تجربوها على طريقتي وتكتبولي رأيكم في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. ما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.